السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نحضر مع بعض الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح ومظبوط من اول مرة. كملي الفيديو للاخر وبأمر الله هتطلعي مستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا معايا اللحمة بتاعتي، اي كمية انت عايزاها. هنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين فرم ناعم، ونزلت كمان على البصل كده وانا بفرمه في الكبة. حطيت عليه حبيتين من الفلفل، حر او بارد براحتك زي ما انت عايزة. بعد كده نزلت بنص معلقه فلفل اسمر وكمون وملح، وكمان معلقه كبيره من بهارات الكفته، بتدي لها طعم حلو جدا وبتودي الحواوشي معاكي في حته تانية خالص. وكمان نزلت بربع معلقه من الكزبره الناشفه. لو عندك كزبره خضراء حطي حبه صغيرين خالص يعني من طراطيف الورق. وبعد كده زي ما انتم شايفين انا معايا العيش الحواوشي، زي ما انتم شايفين كده عيش بلدي. دهنت كده دهنه خفيفه خالص من السمنه في الاول كده، وبعد كده بنزل بكميه اللحمه اللي انا عايزاها. بفرد كده في الرغيف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبعد كده بدهن الوش العيش بتاعي شويه من السمنه ومن تحت ومن فوق بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. اسهل واحلى واسرع طريقه تعملي بيها الحواوشي في البيت، انضف واوفر من بره 100 مره. جربيه بالطريقه دي وانا متاكده هيعجبك جدا. زي ما انتم شايفين انا عملت ايه، خدت شويه صغيرين خالص من السمنه حطيتهم في كده في تحت اللحمه على طول، وبعد كده بحط اللحمه وبفرد زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبدهن معايا وش العيش بشويه من السمنه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. حطيت هنا شويه صغيرين من السمنه، ولو مش حابه تضيفي شويه صغيرين كده من السمنه تحت اللحمه براحتك. لو اللحمه بتاعتك فيها شويه من الدهن ما تضيفيش سمنه خالص، بس عشان اللحمه معايا حمرا كده كلها زي ما انتم شايفين بحط شويه صغيرين خالص من السمنه. خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. عند الفرن بتاعي شغال فرن بوتاجاز عادي، فرن الغاز اللي هو بتاعنا ده عادي، اي فرن وينفع على البوتاجاز لو انت حابه. لو مش عندك فرن بوتاجاز او مش حابه تعمليه اصلا في فرن بوتاجاز، ينفع تعمليه على البوتاجاز من فوق. هتسخني الطاسه بتاعتك وتحطيه وتخلي بالك كده كل شويه تقلبيه. وسلام بقى لو حابه تسويه على الفحم. تعالوا نحضر مع بعض شويه طحينه بلدي كده. معايا معلقتين كبار كده من الطحينه، هنزل عليهم بمعلقتين كمان كبار من الزبادي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا الحواوشي بيحب الطحينه. وبعد كده معايا معلقه كبيره من الخل، شويه صغيرين من الكمون وفلفل اسمر وملح. هنزل بعصره من الليمونه، ولو حابه تضيفي شويه صغيرين من التوم البودر او التوم العادي براحتك زي ما انت حابه. ومعايا هنا شويه من الميه، ميه عاديه خالص مش مغليه، ميه من الحنفيه. هقلب كله كده مع بعض لحد ما اخد القوام المناسب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. سويت الحواوشي او عملنا الحواوشي في الفرن يا جماعه، مش قادره اقول لكم على ريحته وعلى طعمه خطير. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لو حابه طبعا تخليه طري، حابه تخليه ناشف براحتك زي ما انت حابه، والتسويه اللي انت عايزاها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الحلاوه والجمال؟ اوعي تنسي تحطي اللايك، ولو انت اول مره تشوفوني بالله عليكي ما تنسي تنوريني بالاشتراك، وكمان حطي كومنت حلو كده وقولي لي بتتابعيني منين بالظبط. ولو ليكوا اي وصفه اكتبوا لي في الكومنتات على طول وانا هحضرها لكم ان شاء الله بامر الله. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.